السلام عليكم. العديد من الطلاب يتساءلون هل القهوة والشاي مفيدة أو تساعد في الدراسة؟ ومن الأفضل القهوة أم الشاي؟ وما هو أفضل وقت لها في الصباح أم في المساء؟ للإجابة عن هذه الأسئلة خليكم ويانا. أولا عزيزي الطالب، أثبتت الدراسات أن المنبهات بشكل عام يعني القهوة والشاي وغيرها نعم تساعد في الدراسة، لكن يجب عليك شربها بكميات قليلة، وخصوصا القهوة حيث تحتوي القهوة على ضعف الكافيين الموجود في الشاي، ويعتبر الكافيين هو أحد المنبهات، وتناول كميات كبيرة منه تسبب مخاطر كبيرة، منها عدم انتظام دقات القلب وآلام المعدة وهشاشة العظام بسبب عدم امتصاص الحديد. لذلك أفضل كمية هي شرب من كوب إلى كوبين من القهوة، وعدم شرب أكثر من 100 غرام من الشاي، أي ما يعادل قدح من الشاي الموضح أمامكم. السؤال الثاني، من الأفضل القهوة أم الشاي؟ كما وضحنا سابقا عزيزي الطالب أن الشاي والقهوة كلها منبهات، ولكن الفرق بينها أن القهوة تعتبر أقوى بسبب احتوائها على كمية كبيرة من الكافيين. السؤال الثالث، ما هو أفضل وقت لشرب الشاي أو القهوة؟ تعتبر ساعات الصباح الباكر أفضل الأوقات لشرب الشاي أو القهوة. العديد من الطلاب يقعون في خطأ كبير، وهو قيامهم بشرب الشاي أو القهوة في ساعات الليل المتأخرة لمساعدتهم في السهر والدراسة، وهذا التصرف غير صحيح، حتى تعتبر الدراسة في هذه الحالة دراسة سلبية ولا فائدة منها. لذلك أعزائنا الطلاب ننصحكم بعدم الدراسة في ساعات الليل المتأخرة أو في حالة النعاس أو التعب، لأن هذه الدراسة دراسة سلبية ولا فائدة منها. إلى هنا متابعينا الكرام ينتهي الفيديو لهذا اليوم. لا تنسون تدعمونا بالإعجاب بالفيديو ومشاركة الفيديو إلى أصدقائكم، ولا تنسون الاشتراك بالقناة. نلتقيكم في فيديوهات جديدة.